هذا الكتاب قررنا نديروه انا ومسيو نسيم كاكون اللي هو مغربي من الديانه يهوديه. هو عباره، هذا الكتاب هذا عباره عن وصفات وحكايات، قصص وكذلك امثله حول شهر رمضان الكريم والقيم اللي كتكون في هذا الشهر هذا. قررنا باش نديروه باش نبينوا ان كيجمعنا حنا كمسلمين مع اخواننا اليهود اكثر من اللي كيفرقنا، ما بينهم الصوم، ما بينهم تعاون، وكذلك تجمع مع العائلات حول وصفات طيبه. هذا الكتاب اللي كيميزو انه ما كاينش غير وصفات الطبخ، كاين كذلك قصص روايات. كاينين شي وحدين اللي اخترعناهم حنايا، كتبناهم راسنا انا وجوج السيدات اللي كتبوا معايا بعض القصص، وكاينين شي وحدين اللي خديناهم من التراث ديال البلدان الاسلاميه، وواحد اخرين عاوتاني اللي معروفين عالميا. قررنا نصدروا بالفرنسيه والعربيه، حيث اول جمهور ديالنا واللي بغينا القراء ديالنا اللي يكونوا اولا في المغرب. وكما كتعرفوا الاغلبيه ديال المغاربه اما كيهضروا بالعربيه درجه ولا كيقراوا الفصحى والفرنسيه، ولكن عندنا ان شاء الله غنالفوه حتى بالانجليزيه وبلغات واحد اخرين فاش نشوفوا راه الكتاب بدا كيتعرف ويتباع، نصدروه ان شاء الله حتى لاوروبا والامريكا ودول واحده اخرى.